طريقتي في تفريز الفراولة: بجيب الفراولة وبشيل العنقود الاخضر بتاعها والحتة البيضة دي كمان وبغسلها كويس. نزليها في بولة بقى وحطي لكل كيلو فراولة مج الا ربع سكر، ده لو انت عايزة السكر مظبوط. بتحبيه قليل شوية يبقى خليه نص مج، وعليهم رشة فانيليا بسيطة جدا. بحطه في قلب العلبة كده بعد ما اكون قلبتها، وبنزل عليها بمج مية ومج لبن. طبعا انت لسه هتستعمليها في الخلاط بعدين بقى وقت الاستعمال تبقي تقدري تزودي سكر تاني، وطبعا لسه هنزود ميه. في بعض العلب كده بحط فيها موز، بيبقوا حلوين مع بعض قوي، وهتبقى بالشكل ده معاكي. طيب لو انت عايزة تبقي تستخدميها في مثلا صوصات الفراولة او في مربى، يبقى تعمليها بالسكر وبس، ما تحطيش عليها اي اضافات تاني، وهتبقى بالشكل ده. الريحة مش عايزة اقول لكم جميلة جدا، تحفة. وكده تبقى جاهزة معاكم في الاستعمال وسهلة جدا. بألف هنا.